السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البنات، كيف ما كتشوفوا جبتكم اليوم واحد الوصفة اللي هي طاكوس ميكستو، يعني الدجاج واللحم. ونتمنى تعجبكم هذه الوصفة، وكنتمنى من قلبي تشوفوا لي الفيديو ولو دقيقتين، لأن الصراحة نسبة المشاهدة عندي ضعيفة بزاف. وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة وعلى اللايكات ديالكم وعلى الكومنتات ديالكم. ودابا غادي ننتقلوا مع المقادير. وهذا الطاكوس قبل ما ننتقلوا المقادير فيهم واحد الصلصة خاصة رائعة، ونتمنى تجربوهم وتشاركوهم مع الأهل والأصدقاء. ونبداو مع المقادير. عندنا 400 غرام د الكفته، واحد صدر دجاج مكمول، واحد البصله كبيره، فلفل اسود اي ابزار، توابل الشاورما، صلصه الصويا، صلصه الخردل اللي هي مسترد، زيت وملح. واذا اردتم يعني تزيدوا الهريسه، يعني الفلفل حار. وبسم الله نبداو مع الطريقه. اول حاجه كنعمل واحد شويه الزيت في المقله، وكنشحر في هذيك صدر الدجاج، لان صدر الدجاج كيطيب بوحدو والكفته كطيب بوحدها. كنشحرو مزيان كما كتشوفوا، يعني عندي مقطع طويل، يعني شرائح طويله ماشي مربعه المره. وكيف ما كتشوفوا يعني الدجاج ديالنا كيطلق الماء. ودابا من بعد ما تغير اللون ديالو كليا كنضيف له التوابل، كنضيف له الابزار اللي هو فلفل اسود، وكنضيف ديك الخردل مع الصوجا، نص معلقه د الخردل ونص معلقه د صلصه الصويا. يعني الخردل هو مسترد، هادشي يعني هذه كيعطيها واحد المذاق الصراحه كيجي رائع. ما تكثروش من الخردل لانه المذاق ديالو شويه قوي، والصويا الا كثرتوا منها غادي تمرركم هذا الحشوه. وكنزيد توابل الشاورما. بالنسبه لتوابل الشاورما، يعني بالناس اللي في اوروبا يقدروا يلقاوهم عند المتاجر الاتراك، يعني التركيين. وفي المغرب كتمشي لعند العطار كتقول له خصني توابل الشاورما، وكيعطيهم لكم يعني كذا واحد التشكيله عنده مشكله. كنخلي هاد الدجاج يتشحروا مزيان حتى كينتقصوا من ديك الماء ديالهم، ومن بعد كندوز نعملهم يقطروا. كيف ما كتشوفوا الدجاج يعني نقص ديك المريقه اللي بقات خاطره وصافي. دابا كنعملو في واحد الشبكه وكنخليه يستقطر، لانه اذا خلينا له هذا المرق يعني يفزقنا ديك الورقه وما تجيش يعني مقرمله كما بغينا. ودابا كندوز نحضر الحشوه د اللحم. كنعمل الزيت وكنعمل البصله تقدروا تحكوها ولا تقطعوها رقيقه مع الهيدا الا ما خصكمش تجيلكم باينه. انا عندي الدنيا هانيه الصراحه. من بعد ما كنشحر هاد البصله كنضيف لها الكفته كما كتلاحظوا. الكفته انا كيعجبني نفكها بهذا الخلاط هذا لانه كتفك دغيا، الا بالمعلق بوحده ما كتفاكليش دغيا. ودابا كنزيد لها المقادير من بعد ما تشحرت، كنعمل لها الابزار ونفس العطريه اللي عملت في الدجاج. كنعمل لها نص معلقه توابل الشاورما حتى هي. التوابل على حسب الذوق، الا بغيتو تزيدوا التوابل كتزيدوا. انا صراحه ما كيعجبنيش نطيب التوابل بزاف، يعني كنعمل غير نص معلقه نص معلقه نص معلقه. وكنزيد لها ديك صلصه الصويا، نص معلقه صلصه الصويا مع ديك نص معلقه الصلصه الخردل كما قلت لكم. نفس التتبيله اللي عملت في الدجاج، يعني في الصدر الدجاج كنعملها في الكفته، نفس التتبيله. والملح بطبيعه الحال. وبطبيعه الحال هاد الحشوه هذه حتى هي ملي كطيب كنعملها تستقطر. وكندوز نحضر الصلصه اللي قلتلكم. الصلصه عندي فيها 10 د المعالق د مايونيز، و5 د المعالق د كيتشوب، وواحد المعلقه د الخردل، وشي د القطيرات د صلصه الصويا، لاني ما كنكثرش من صلصه الصويا عندها تمرر لي الصلصه. وشويه د الابزار، يعني فلفل اسود قليل من فلفل اسود.
الخردل هو هذا. انا الصراحه كنعرف السميه ديالها مستاسه، ما كنعرفش سميتها الخردل. هي هذه. وكتحركوها مزيان وكتعطي لكم واحد الصلصه رائعه جدا الصراحه. هذه اقتراح واحد الصديقه ديالي جزاها الله خيرا، هذه الصلصه هذه. والصراحه كتجي رائعه. وها الصلصه من بعد ما خلطتها كيف كتعطي لكم يعني واحد اللون فيها رائع. ودابا كندوز لطريقه تعمير الورقه هذه. انا كنشريها دابا، يجي الوقت ان شاء الله ونعملها معكم. الجهه اللي هي كتجي فيها واحد الجهه محمره واحد الجهه ما محمراش. انا اللي محمره كنعملها لداخل، لان اللي ما محمراش غادي نحمرها في الماكينه ان شاء الله. كنعمل الصلصه هيدا كما كتلاحظوا، وكنعمل الجبن يعني تختاروا الماركه اللي بغيتو. انا هنايا عمرته بهذا بموتزاريلا، وعمرته بالجبن اخر يعني اللي اللونشاس، يعني على حسب المتوفر، ماشي ضروري تعملوا واحد النوعيه من الجبن. كنعمل الحشوه مره اخرى، يعني كنعمل ديك الكفته والدجاج، وكنزيد عليهم الصلصه. تقدروا تعملوا الصلصه يعني زائد ولا ناقص كما بغيتوا. وحاجه اخرى اللي بغى يعني يجيوه حريورين، انا الصراحه ما كنعملش الحار. دائما كنقول لكم على حساب عندي العيال صغار، والعيال ما كيبغاوليش الحار، وراجلي ما كيبغيش الحار، وها احنا بلا حار. يعني من الاحسن يعني تعملوا لهم شويه د الهريسه، كيجيو رائعين جدا الصراحه. ودابا كنزيد البطاطا مقليه كما كتلاحظوا، لان الطاكوس هادو فيهم بطاطا مقليه، هادو الطاكوس ميكستوس. كنلويها وكالعاده. وهنا غادي نعاود معكم وحده اخرى، ولكن بالجبن مختلف، يعني ماشي بالجبن الموتزاريلا، الجبن عادي اللي لونشاس، نفس الطريقه حتى هي. وعملوا هذا جوده، يعني النوعيه هذه جوده. تعملوا النوعيه الجبن اللي بغيتو، والحشوه تعمروها كما حبيتو. يعني انا كنعطي لكم الفكره، كنوصلكم الفكره، وانتم ساعه كتعملوها. بغيتو تعمروها كتار، تعمروها ناقص، تعملوا الصلصه زايده، تعمروها حاره، ولكن الصراحه كتجي رائعه جدا هذه الوصفه. وملي كنصغب الطاكوس ديالنا كاملين كنعملهم في ديك الماكينه الساندويتش. يمكن لكم تعملوهم غير في المقله، اللي ما عندوش هاد الماكينه هذه يحمرهم غير في المقله وكيجيو رائعين. ودابا الطاكوس ديالنا ها هما واجدين وبالصحه والراحه، وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعه، ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.